مرحبا. اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم بزاف كيهم الاقتصاد المغربي وكيهم كذلك الشركات ورجال الأعمال وحتى المواطنين العاديين، وهو الإصلاحات القانونية اللي عرفها المغرب في المجال ديال المنازعات المالية والتجارية، خصوصا توجه نحو تخفيف الطابع الزجري في بعض القضايا المرتبطة بالأعمال والشركات، والتغيرات اللي مست كذلك موضوع الشاك خاصة في العلاقات بين الأقارب بحال الأب والابن ديالو أو بين الأزواج. هذا الموضوع مهم لأنه ماشي غير موضوع قانوني تقني، بل عنده علاقة مباشرة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعنده تأثير على الاستثمار وعلى خلق فرص الشغل وعلى استقرار المعاملات المالية داخل المجتمع المغربي. إلا رجعنا شوية اللور غادي نلقاو أن القانون المغربي كان كيعتمد بشكل كبير على الطابع الزجري في التعامل مع بزاف ديال النزاعات المالية، والطابع الزجري المقصود به هو الاعتماد على العقوبات الجنائية بحال الحبس، الغرامات والمتابعة القضائية اللي ممكن توصل حتى لتسجيل سوابق عدلية في حق الشخص. في السابق بزاف ديال الأفعال المرتبطة بالتسيير داخل الشركات أو المعاملات المالية كانت كتدخل في الإطار الجنائي، حتى في بعض الحالات اللي ما كانش فيها احتيال أو سوء نية، ولكن كانت مجرد مشاكل مالية أو نزاعات تجارية عادية. هذا الوضع كان كيخلق تخوف كبير داخل الوسط الاقتصادي، حيث رجل الأعمال أو المسير ديال الشركة كان ممكن يتعرض لمتابعة جنائية بسبب أخطاء في التسيير أو بسبب ظروف اقتصادية خارجة عن الإرادة ديالو، بحال تأخر الأداء أو عدم القدرة على الوفاء ببعض الالتزامات المالية. الاقتصاد الحديث بطبيعته فيه مخاطرة، والشركات ممكن تمر من فترات صعيبة، ولكن إلا كان القانون صارم بزاف في هذه الحالات كيخلق جو من الخوف كيمنع المبادرة والاستثمار. من هنا بدأ النقاش داخل المغرب حول ضرورة إصلاح المنظومة القانونية التجارية والمالية باش تولي أكثر مرونة وتواكب التطورات الاقتصادية الدولية، حيث أغلب الدول المتقدمة ولات كتفرق بين الجريمة المالية اللي فيها احتيال أو فساد وبين الخطأ التجاري العادي اللي ممكن يوقع لأي شركة نتيجة ظروف السوق أو سوء تقدير اقتصادي. الدولة المغربية بدأت في هذه السنوات الأخيرة واحد المسار إصلاحي كيهدف لتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات، حيث المستثمر سواء كان مغربي أو أجنبي كيقلب ديما على بيئة قانونية مستقرة كتضمن الحقوق، ولكن كذلك ما كتكونش فيها مخاطر كبيرة مرتبطة بالسجن بسبب نزاعات مالية يمكن تتحل بطرق أخرى أكثر عقلانية. من بين أبرز المجالات اللي عرفت نقاش كبير هو موضوع الشاك بدون رصيد، اللي كان كيتشكل واحد من أكثر القضايا انتشارا في المحاكم المغربية. الشيك أصلا هو وسيلة أداء كتعتمد على الثقة بين الأطراف، ولكن في السابق كان إصدار شيك بلا رصيد كيتعتبر جريمة جنائية ممكن توصل للحبس، وهذا الشيء كان كيخلي بزاف ديال الناس كيستعملوا الشيك بحذر كبير، وفي نفس الوقت كان كيتحول في بعض الأحيان لوسيلة ضغط قانوني قوية. الإصلاحات الجديدة ما جاتش باش تلغي قيمة الشيك، ولكن جات باش تخلق توازن بين حماية الحقوق المالية وبين تفادي العقوبات السالبة للحرية في الحالات اللي ما فيهاش احتيال أو نية إجرامية. وهذا التوجه كيبان بشكل واضح خصوصا في العلاقات العائلية، بحال الشيك بين الأب والابن ديالو أو بين الأزواج أو بين أفراد الأسرة. في السابق كان ممكن نزاع مالي بسيط داخل الأسرة يتحول قضية جنائية، مثلا واحد الأب يعطي الشيك لولده أو الزوج يعطي الشيك لزوجته، وإلا وقع مشكل في الرصيد ممكن يوصل الأمر لمتابعة قضائية، وهذا الشيء كان كيخلق مشاكل اجتماعية وعائلية خطيرة، حيث النزاع المالي كان ممكن يدمر العلاقات الأسرية ويدخل أفراد العائلة في صراعات قضائية معقدة. توجه جديد ولا كيعترف بأن العلاقات العائلية عندها خصوصية، وغالبا كتكون مبنية على الثقة والتضامن، وبالتالي النزاعات المالية داخل الأسرة خاصة تحل بطرق مدنية أو ودية قبل من اللجوء للمتابعة الجنائية.
في هذه الحالات القانون ولا كيشجع الصلح والتسوية المالية واسترجاع الحقوق بدون اللجوء للعقوبات الزجرية، إلا إذا كان واضح أن الشيك تستعمل بطريقة احتيالية أو فيه تزوير أو نية للهروب من الأداء. هذا التغيير كيعكس واحد البعد اجتماعي مهم في القانون المغربي، لأن الهدف ماشي غير تطبيق القانون بشكل حرفي، ولكن كذلك الحفاظ على التماسك الأسري والاجتماعي داخل المجتمع. إلا وسعنا النقاش أكثر غادي نلقاو أن الإصلاحات ما كتهمش غير موضوع الشك، بل كتهم المنظومة كاملة ديال المنازعات التجارية والمالية، حيث ولات الدولة كتشجع بزاف الوسائل البديلة لحل النزاعات بحال الوساطة والتحكيم. الوساطة كتقوم على تدخل طرف ثالث محايد كيعاون الأطراف المتنازعة يوصلوا لاتفاق يرضي الجميع، وغالبا كتكون أسرع وأقل تكلفة من المحاكم، وكتحافظ على العلاقات التجارية بين الشركات. أما التحكيم فهو بحال محكمة خاصة كيختاروها الأطراف مسبقا، وكيكون الحكم ديالها إلزامي، وهذه الوسيلة معترف بها دوليا وكتستعمل بزاف في النزاعات التجارية الكبيرة. الإصلاحات كذلك ركزت على حماية مسيري الشركات، حيث في السابق كان ممكن المسير يتحمل مسؤولية جنائية حتى في حالات ما كانش فيها احتيال، ولكن التوجه الجديد ولا كيميز بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية أو التجارية، بمعنى أن المسير إذا ارتكب خطأ غير مقصود أو ناتج عن ظروف اقتصادية صعبة كيتم التعامل مع الحالة بطرق كتقوم على التعويض أو التسوية المالية بلاصة العقوبات الجنائية. كذلك من بين المستجدات المهمة هو إعطاء فرص أكبر للشركات اللي كتعيش صعوبات مالية باش تعاود تنظم راسها بلاصة الإفلاس المباشر، حيث ولات كاينة مساطر كتسمح بإعادة الهيكلة أو التسوية القضائية، والهدف منها هو الحفاظ على استمرارية الشركة وحماية مناصب الشغل وضمان تسديد الديون بطريقة منظمة. هذا التوجه كيعكس فكرة أن إفلاس الشركة ما كيضرش غير صاحب ديالها، بل كيأثر على العمال والموردين وحتى على الاقتصاد الوطني. هذه الإصلاحات عندها تأثير كبير على الاقتصاد المغربي، حيث كتساهم في خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، والمستثمر كيكون مرتاح ملي كيحس أن النزاعات المالية يمكن تحل بسرعة وبمرونة، وهذا الشيء كيخلي المغرب ينافس دول أخرى في استقطاب الاستثمارات الدولية. كذلك هذه الإصلاحات كتساهم في تخفيف الضغط على المحاكم والسجون، حيث بزاف ديال القضايا المالية يمكن تحل بالتسوية والصلح بلاصة المساطر الجنائية الطويلة. بطبيعة الحال أي إصلاح قانوني خصو يوازن بين المرونة وحماية الحقوق، حيث القانون خصو يبقى صارم في مواجهة الجرائم المالية الحقيقية بحال النصب والتزوير والفساد المالي، وهذا الشيء ضروري للحفاظ على الثقة في المعاملات التجارية. كذلك خاص تكون ضمانات لحماية الدائنين، خصوصا الشركات الصغيرة اللي ممكن تضرر إذا كان تساهل كبير في النزاعات المالية. إلا قرنا هذا التوجه مع تجارب دولية غادي نلقاو أن بزاف ديال الدول المتقدمة سبقات المغرب في هذا المجال. مثلا فرنسا كتستعمل بزاف المساطر إنقاذ الشركات قبل الإفلاس. الولايات المتحدة عندها قوانين كتسمح للشركات تعاود الهيكلة ديالها حتى في حالات الديون الكبيرة. الإمارات كذلك دارت إصلاحات قانونية كبيرة لجلب الاستثمار الدولي. المغرب كيمشي في هذا الاتجاه باش يعزز الموقع ديالو الاقتصادي ويولي وجهة استثمارية مهمة في إفريقيا والمنطقة. في المستقبل هذه الإصلاحات متوقع أنها تلعب دور كبير في تنمية الاقتصاد المغربي وتشجيع خلق المقاولات وفرص الشغل، ولكن النجاح ديالها كيبقى مرتبط بمدى احترام الشركات لقواعد الحكامة الجيدة والشفافية المالية، حيث القانون يمكن يعطي فرص للتسوية والحماية، ولكن خاص المقاولات تكون مسؤولة وتحترم الالتزامات المالية ديالها. يمكن نقولوا أن الإصلاحات القانونية اللي كيعرفها المغرب اليوم كتعكس تحول كبير من منطق العقوبة نحو منطق التسوية والحلول الاقتصادية، وهذا التحول كيبين أن القانون ما بقاش غير وسيلة للعقاب، ولكن ولا كذلك وسيلة لتنظيم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وفي الأخير يمكن نأكدوا أن التغييرات اللي عرفها القانون المغربي في المجال ديال الشيك والمنازعات المالية كتدخل ضمن رؤية شاملة كتسعى لبناء اقتصاد حديث ومتوازن كيحمي الحقوق المالية وكيشجع الاستثمار، وفي نفس الوقت كيحافظ على الروابط الاجتماعية والعائلية داخل المجتمع المغربي، حيث النزاعات المالية ما خصهاش تحول دائما صراعات قضائية زجرية، بل يمكن تتحل بالحوار والتسوية والاتفاق بين الأطراف. تبارك الله عليكم.